مواظب على الموسم السادس على التوالي الدوره في النادي هنا، دي حاجه برضو انجاز يحسب لاداره النادي واداره الشركه على تواظب بخصوص اقامه الدورات الرمضانيه. ويمكن احنا بعد الدوره الرمضانيه الموسم السابق عملنا دوره للعاملين برضو في الشركه، بحيث ان نستمر، مش هتكون في الدوره الرمضانيه فقط، لا كمان على مدار الموسم كله. الحمد لله احنا السنه دي السنه السادسه على التوالي تبتدي دوره الالومنيوم وتنتهي على خير، وده شيء يحسب لمجلس اداره النادي وللعيبه او اللي هم العاملين في الشركه، ان هم صابرين على ان هم بيلعبوا وبيواظبوا وتنافس رهيب بينهم. دور التنظيم مكلف من الساده مجلس اداره والسيد رئيس مجلس اداره ان احنا بنعمل الدوره للعاملين في رمضان، الدوره السادسه على التوالي. مكلف انا في مدرب في النادي يعني، وبشتغل في الشغل الاداري. دائما الالومنيوم يعني سباق في دعمه للعاملين والترابط اللي بين الاسري اللي بين القياده وبين العاملين. فاحنا دايما عاملين دورتين، دوره رمضانيه ودوره طوال الموسم بتبقى برضه بين قطاعات الشركه، عشان يعني نغرس في العاملين روح الترابط والحب والتفاهم. انا ومجلس اداره شركه مصر الالومنيوم، وعن طريق سعادتك تبلغ تحياتنا لجميع القائمين على كره بلدنا، وبنقدم لهم دعوه يا ريت يشرفونا في اي وقت، واحنا نبقى سعداء جدا لو يشرفونا، ولانهم بصراحه غطوا جميع انشطه النادي. من داخل الصاله المغطاه بنادي الالومنيوم عشنا اجواء الدوره الرمضانيه الرقم 6 لنادي الالومنيوم. كان معكم احمد القاضي، برنامج كره بلدنا، قناه القاهره، التلفزيون المصري.